هو القاضي بيقيس ايه في اسقاط الحضانه؟ يعني احنا لما بنرفع دعوى اسقاط الحضانه القاضي بيبقى عايز يشوف ايه؟ اولا اسباب اسقاط الحضانه اذا كانت على الام او ام الام، لازم يبقى في اسباب مقنعه للقاضي. طب ايه هي الاسباب؟ زواجها من اجنبي، تكون هي متزوجه شخص اجنبي، يعني مش من محارم الصغير. تمام؟ عشان الناس بتبقى فاكره اجنبي دي اللي هو مثلا من تركيا، لا. تمام. تمام. طيب في شروط تانية؟ في الاهمال، يعني الست دي مهمله، لازم تبقى سويه نفسيه، ما عندهاش اي امراض تخليها تاثر مع الاطفال، ولازم ما يبقاش عليها احكام جنائيه، لازم تكون صحتها كويسه، ولازم تبقى قاعده في مكان امن بعيد عن مثلا زوج بنتها، ده لو انا مثلا بتكلم عن ام الام. تمام. طيب ايه القاضي بقى اللي بيشوفه في الجده الاب؟ عكس اللي انا قلته دلوقتي، اللي هو تبقى بتراعي الصغير، قادره ان هي تلبي له طلباته وتذاكر له والكلام ده كله، صحتها كويسه مش عليها اي احكام، وساكنه في بيئه كويسه للصغير.